انت عارف ان الشيخ الشعراوي هو الوحيد اللي عرف يحل لغز الساحر الهندي؟ في يوم الشيخ الشعراوي كان رايح دولة باكستان، وهناك كان قاعد مع السفير السعودي. السفير قال للشيخ الشعراوي: في هنا ساحر هندي انا شفت منه حاجة غريبة جدا، عايزك تيجي معايا تشوفه. الشيخ الشعراوي وافق على طول، وتاني يوم راحوا للمكان اللي فيه الساحر. وبعدين الساحر جاب قطن ولف القطن لف وعمل منه حبل، والساحر عنده ولد صغير وضربه قدام الناس كلها، والولد قام طلع على الحبل. القرية جابوا لنا واحد هندي ساحر شكل الهنود تمام وعامل كده وبتاع، وبعدين قعدوا وعمل النصبه بتاعته زي الساحر المحاواه اللي بيجيبوهم لنا وبعدين جاب قطن شفناه ولف منه وعملوا حبل ولوه كده طلع وعنده ولد صغير فضرب الولد. قمنا كل النظاره شافوا الولد طالع على الحبل. بقول الشيخ اول انا ما شفت دي اتعجبت وبنت 3 ليالي فكر ازاي الكلام ده. وبعد اللي الشيخ الشعراوي شافه استغرب جدا، ورجع البيت راجع كل آيات السحر، لقى ان معظم السحر اللي الناس بتعمله بيبقى سحر للعين. وقرر الشيخ الشعراوي ان هو هيجيب كاميرا ويروح عند الساحر تاني. وفضل الشيخ الشعراوي يصور عرض الساحر من اوله لاخره، ولما العرض خلص جه الشيخ الشعراوي يبص في الصور، لقاها كلها بيضة ما فيهاش اي حاجة خالص. يعني الصور ما كانش فيها لا طفل صغير ولا حبل ولا عمود اللي كان طالع عليه الطفل. وبكده يكون الشيخ الشعراوي فهم ان الساحر كان بيسخر الجن. فراح الشيخ الشعراوي قال للسفير ان الساحر ده ما بيعملش اي خدع خالص، هو كل اللي بيعمله انه بيسخر الجن، والجن بيتشكل على شكل طفل صغير وعلى شكل حبل وعلى شكل قطن. وكده الشيخ الشعراوي يبقى هو الوحيد اللي كشف الساحر الهندي.